في حلقة لشادي حبشي مع أبو المعاطي زكي بيقول له إن إمام عاشور مش هيجدد علشان إمام عاشور إدارة الأهلي رافضة إن هي تخليه يجدد زي زيزو أو تريزيجيه. السؤال هنا ليه؟ يعني أنا لو معايا لاعب زي إمام عاشور ده، بعيدا إن هو مخه طاير منه والكلام الهبل ده وإحنا عارفين، بس لاعب زي ده بالإمكانيات دي أنت ليه مش عايز تجدد له بالمبلغ اللي هو يستحقه؟ طب إمام عاشور هو أكتر لعيب متكامل في مصر. يعني انت لو جيت قلت لي مين اهم لاعبين في الاهلي اقول لك تريزيجيه، امام عاشور. انت لو شلت امام عاشور، مين اللي يعوض امام عاشور في مصر كلها؟ مفيش. في قاره افريقيا كلها مفيش. فاحنا ليه نكرر غلطه محمد عبد المنعم، او ان انت تخرج اقوى لعيب في مصر من تشكيلتك وفي الاخر تفضل تسد الفراغ بلعيبه اقل منه جوده؟ هل امام عاشور في لعيب في مصر ربعه؟ مفيش. لعيب شويط، بيمرقص، سريع، بيدافع، بيهاجم ما شاء الله، بيلعب 6، بيلعب 8، بيلعب رقم 10. ممكن تلعبه باك يمين، ممكن تلعبه في أي حتة وينج، هيجيلك في أي حتة. إمام عاشور أنت لما بتسحبه من الأهلي الابتكارية بتاعته بتقل، أو إن الابتكار في الملعب بيقل. فأنت إزاي عايز تسحب لعيب زي ده؟ إمام عاشور التجديد ليه حاجة لازم تحصل. لو انت هتدفع له زي تريزيجيه او زيزو فعادي، ده هو متكامل اكتر من زيزو. فانا شايف ان امام عاشور لازما يجدد ويبقى في الاهلي.